نحن اليوم في قافلة صعود المتجهة إلى غزة. حقيقة نحن من الجزائر، فقد كانت رحلتنا طويلة من الجزائر مرورا بإخوتنا في تونس والآن إلى ليبيا. بالحق في الأول كانت لدينا بعض المخاوف أو بعض التخوفات من الوضع في ليبيا، ولكن بالفعل فوجئنا من هذا الترحيب الذي لقيناه من الإخوة الليبيين، وكذلك كرمهم وجودهم معنا لدرجة أنهم كانوا يلقون إلينا قنانين المياه، تمر، أكل. لقد فوجئنا بالفعل من كرمهم وجودهم وحسن استقبالهم. نأمل أن تكون رحلتنا القادمة والمسافة الباقية كذلك في هذه الرحاب، رحاب الأخوة ورحاب الإسلام. كذلك أشكر الجميع على حد سواء كلهم باسمه وبعلو مقامه على هذه الجهود الجبارة التي قدموها لنا وفي حسن استقبالنا، والآن نحن في ضيافتهم وكرمهم. الله يسلمكم. كيف شفتوا الوضع في ليبيا، وخاصة إن الإعلام يعني مركز على ليبيا هلبة، وأنتم توا جايين من الجزائر وقاعدين على أرض الواقع، يعني أرض ليبيا. طيب، بصراحة تخوفات كانت عندنا كثيرة جدا جدا. قلنا إذا فتنا تونس مش حنفوت ليبيا، لو فتنا ليبيا مش حنفوت لمصر. يعني كان عندنا هذا التخوف. ما يروج له الإعلام للأسف ربما غيب وشوه وعتم نواحي كثيرة من أدب الشعب الليبي معنا وحسن استقباله وجوده. نحن للآن لا نعلم ماذا سوف نلقى في المستقبل، لكن على حسب ما رأينا الآن نحن جدا متفائلون، على عكس تخوفنا الآن فنحن جدا متفائلون. وكذلك نأمل للإخوة الليبيين كذلك أن يأتوا معنا ويشاركونا في هذه القافلة. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. وكذلك أرغب في أن أشكر الشرطة الليبية، فلم يتركونا ولا ثانية واحدة منذ أن دخلنا المعبر، منذ أن جاوزنا الحدود التونسية الليبية إلى اللحظة هذه، وهم مرافقينا في كل لحظة وفي كل ثانية. فشكرا لهذه الجهود. مرحبا بكم من الجزائر وتونس وكل الدول العربية. ليبيا أرضكم الثانية، ومرحبتين، وإن شاء الله نشوفكم وكأننا في الجزائر وكأنكم في الجزائر، ومرحبتين بكم في ليبيا بين إخوتكم وناسكم وأهلا وسهلا بكم. مرحبا. جزاك الله خير. السلام عليكم. من غزة نشكر وننتظر قافلة الصمود. شكرا جزائر، شكرا تونس، شكرا ليبيا، ونستحلفكم بالله أهل مصر شاركوا هذه القافلة ووصلوها إلى الحدود بأمان، وإن شاء الله تكسر الحصار، وإن شاء الله جميع البلدان العالمية والعربية تبعث قوافل إنسانية لكسر الحصار في غزة. اعمل لايك ومتابعة وشير هذا الفيديو ليصل للعالم. شكرا لكم.